انا من ساعة ما اتجوزت وانا بصراحة بعاني من مشكلة كبيرة، وهو ان جوزي يعني ما بيدينيش كل احتياجاتي. انا حاسه يا اخويا اني متجوزه اختي. وانا بالنسبة للموضوع ده يعني ما بشبعش، عايزة على طول. عايزه لحام اكسجين. وابتديت اشتكي لجارتي، قالت لي بقولك ايه، في دكتور لسه فاتح جديد في اول الشارع قبل محطه البنزين على طول. انما ايه، ما اقولكيش قد ايه هو شاطر. قعدت في العيادة وفضلت قاعدة مستنية دوري. مدام ايمان، وشوية ولقيت الممرضة بتنادي على دوري، وقالت لي اتفضلي ادخلي. قال لي اتفضلي معايا على سرير الكشف. اتفضلي يا هانم على السرير. وابتدى يقول لي اني احضر نفسي عشان اكشف. وفعلا عملت كده. واول ما هو ابتدى يكشف ابتسم ابتسامة غريبة. واول بس ما ابتدى ايديه تتحرك، ده انت ليلتك سودا النهارده. بصراحة رحت في عالم تاني. وهو كمان اندمج جدا، وفضلنا اكتر من ساعة. ساعه ده رقم قياسي. اصل هو محسش بنفسه، وانا كمان ما رفضتش ولا قلت له لا. وابتدى يعمل كل الحاجات اللي انا محتاجاها، ده المفروض ياخد جايزه اوبل على اللي عمله ده. الحاجات اللي انا محرومة منها، اللي جوزي مش بيعملها. وبصراحة من وقتها واحنا اتفقنا ان كل فترة اروح له العيادة يا فجرة ونقضيها احنا الاتنين شوية مع بعض. بصراحة من ساعتها وانا بعمل كل اللي هو بيقولي عليه. لان دي بنت شمال وجايه في اي حاجه. لكن المشكلة ان جوزي ابتدى يسأل ليه كل ما بطلبك بتقوليلي لأ، او تعبانة، او اي حاجة بتحصل. وانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه. علشان كده حكيت لكم قصتي، يمكن تفيدوني. ده عالم صايع يا